أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح الهنا والسعادة على حبايب أم هنا يا بنات، يا غاليين يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يجعلكم نعمة ويدومها نعمة في حياتي، أصحابي وإخواتي وحبايبي. يوم النهاردة وفيديو حلو جدا ويعجبكم، وفي مفاجأة في آخر الفيديو هوريها لكم برضو. النهاردة رحنا فين؟ رحنا وطلعنا على البحر، خدنا اليوم كده وخدت الولاد طلعنا فسحناهم. تابعوا الفيديو وما تنسيش اللايك والاشتراك لاختكم حبيبتكم أم هنا. جبت هي أم هنا، قعدنا على ترابيزتنا ونزلنا كراسينا وجبنا حاجة ساقعة وفطرنا الولاد فترة حلوة كده وظبطنا الدنيا أنا وأبوهم وولادنا. وربنا يا رب يبارك لنا فيهم ويخليهم لنا ويصلح حال ولادنا يا رب وولاد المؤمنين أجمعين. رحنا بقى مرسى بالعباس وتمشينا فيه، حبيت اديكم يعني جولة كده واحسسكم بالفرحة كده معايا بالاجواء الحلوة، اجواء مستريحة كده وتريح قلوبكم. ده كنا رايحين الصراحة نتوضوا وداخلين على الجامع نصلوا، فما عرفتش اصور بصراحة جوه خالص. بس في مرسى بالعباس كان في مولد هناك، حبيت اصور لكم كده شوية حاجات حلوين هتفرح بيهم الولاد جدا جدا. طرابيش بقى وحلويات وايه، حاجات انا يعني ما صدفت ان انا ايه ما شفتهاش قبل، يعني شفتها بس ليا فترة ما شفتهاش يعني. احنا كنا رايحين زيارة عادية. انا حابة كل ما بروح اسكندرية وانزل واكون قريبة من مرسى بالعباس بحب جدا ان ازوره، وباماني انا لما بزوره بحس براحة نفسية بامانة يعني. بحس براحة نفسية، وحتى لو فيكي تعب مش عارفة أنا بحس يعني براحة نفسية الحمد لله يا رب. بحب أصلي هناك وأحب أدعي وكده يعني. جبنا حلويات وجبنا حمص وجبنا شعر بنات، وقولوا لي مين واكتبوا لي في الكومنتات مين اللي بتحب الشعر البنات عارفينه. والحمص وسمسمية وحمصية وجبنا حبة حاجات حلوين عشان عاملة شبه العيلة الصغيرة. أنا باحب الحاجات دي جدًا بصراحة، يعني باحب الأجواء دي وباحب بتفرّحني كده، أنا الحاجات الحلوة دي بتفرّحني. طبعًا جِبنا وحبيت أصوّر لكم الحاجات الحلوة دي، وكان مولد ما شاء الله عليه، حبيت أصوّر لكم كده وأورّيكم الأجواء كده والدنيا الحلوة دي. ربنا يسعد أيامنا يا رب يا حبايبي طبعًا. وخدنا اليوم كُلّه بقى في إسكندرية. آآ اتمشينا بقى على البحر وجبنا جيلاتي وجبنا حلويات ويعني اتمشينا مشية حلوة، بس عملت معانا الشمس ضربة جامدة وركبنا الولاد برضه مراجيح. فاللي طبعًا من إسكندرية وعارف إسكندرية عارف الأجواء ديّة وبننزل على طول بصراحة. فبتبقى حلوة يعني، بتبقى حلوة كده وولادنا يفرحوا ودول فأنا وحبيبة برضه. أنا وحبيبي دول لازم دول بُصّي ما اقدرش أطلع من غيرهم بصراحة. يعني أنا باحب إن أنا أطلع عشان أفسّحهم وأفرّحهم، هم عشان كمان إحنا يعني ما بنطلعش ما بنتكلّمش مع حد، فهُم بيحسّوا إني لمّا بنطلع باعوّدهم بقى عن الصحاب، باعوّدهم إن إحنا نروح عند حد كده، فباحسّسهم إيه إن هم يعني أنتِ ما تخلّيش عيلِك قاعد على طول في البيت، يعني غيبي مهما كان وفسّحيه، عشان ما يبقاش برضه كاتمة طول يعني. ما بيبقاش في فرق في مدارس أو غير مدارس، لأ ما دام ما فيش مدارس نطلّع ولادنا ونفسّحهم حتى لو فسحة بسيطة كده يعني ما نغرمش فيها فلوس ياما، بس نغيب ونطلّعهم عشان إيه، عشان العيّل يحسّش بكبت ولا بحالة نفسية برضه. وأنا بصراحة باحب إن أنا أطلّع البنتين الصغيّرين دول معايا، وبرضه أحمد ابني باحب أطلّعه معايا برضه. ربنا يا رب يسعد أيامنا ويخلّيهم لنا ويبارك فيهم. دلوقتي إيه بقى، طبعًا أول الفيديو كلّه جايبة لكم إيه، جايبة لكم علشان أورّيكم آخر الفيديو أنا عملت إيه، يعني مش أنا عاملة كده وخلاص، لازم أورّيكم الطلعة دي ليه، وجبت لكم الفيديو ده ليه، عشان أورّيكم إيه في الآخر. أورّيكم الماسك العسل دي بعد ما اتحرقنا من الشمس بقى وإحنا طالعين الساعة 14:00 راجعين البيت الساعة 00:00.
ويلا يا غالية روحي للعطارك وهاتي منه المكونات اللي بقول لك دي عليه، ودي على ضمانة الله وعلى ضمانتي. معلقتين بذور الشيا، معلقتين جيلاتين، معلقتين نشا، 5 معالق من المية، ذرة من الليمون، وتحطيهم وتقلبيهم قليبة زينة زي ما انا وريتك كده، وتحطيهم على النار بس. تدوبي الجيلاتين والنشا على البارد، وبعد كده تحطيه له ايه، تحطيه على النار. إيه اللون ده يا ام هنا اللي انت حاطاه؟ بصي يا غالية، اللون ده عندك مية ورد حطي، مية ورد حطي، عندك دم الغزال نص معلقة صغننة كده حطي، لون طعام أحمر أنا عايزة عشان يورد معاكي ويبقى البشرة كده محمرة وتبقى حلوة وشكلها حلو، حطي. ما عندكش أي ده ولا ده، حطي شوية كركتيه تغليهم، وخدي المية مكان المية اللي أنا حطيتها البيضة، زودي بيها على طول. طبعا دي ايد مين؟ ايد بنتي استعنتي بيها. طبعا ده تدهنيه زي ما انتوا شايفه، والقوام ما تخلوش اخف من الطبقه اللي انتوا شايفينه ده، يعني يغلي على النار غلوتين حلوين كده، وتسيبوه لما يبرد، حطوه دافع على بشرتكم. بيقعد كام على الوش؟ بيقعد حوالي ساعه، ساعة الا ربع على حسب ما انت تستحمليه، عشان ياكل كل الطبقات وكل الهالات السوداء. كده غالين انا سايباه ساعة على وشي وعلى وش ولادي برضو، وبعد كده شلته، يطلع معاكي ناعم البشرة وحرير فلة كده، شمعة منورة. وكده يا حبايبي أسيبكم في رعاية الله وحفظه. جربوا الوصفة دي، الوصفة دي حلوة جدا والله العظيم، الله يبارك في اللي عملها. مع ألف سلامة في رعاية الله وحفظه.